واخيرا من دقيقتين اتنين بالظبط محمد رفع ستوري وقد ايه الكل مبسوط بظهوره. كل الناس اللي قالت احنا ضده اول ما شافوا ستوري محمد كله جرى من الفرحه يطمن عليه. عايزه اقول لك ان المبدأ في الاخر ان هم كويسين، احنا عايزين نوصل لمبدأ بيكذبوا علينا ما بيكذبوش علينا، ده ممكن حاجه تتحل بعدين، ممكن المتابعين يدوهم قرصه ودن كده يخليهم ما عادوش يكذبوا علينا. وهقول لك ازاي. في الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم مجرد رأي، فيديو سريع كده على الماشي. ففي الاول ان انت تشوف الفيديو الاخر وقولي رأيك في الكومنتات، مع ولا ضد، حابب ولا كاره. وكمان ما تنساش لو انت لسه مش مشترك شرفني باشتراكك القمر وتفعيل الجرس واختيار كلمة كل، وما تنساش من اللايك القمر، والاهم من كل ده الكومنت المفضل على قلبي وعلى قلبكم، الكومنت بالصلاة على الحبيب المصطفى. طبعا من عادتنا كلنا ان احنا بندخل اي فيديو بنمر في التعليقات فنشوف الكومنت بتاعك فنصلي عليه، وانا كده كده بشوف التعليقات. لو شفت تعليقاتكم كلكم بذكر الرسول على حسكم، فيا بختكم ان ميزان حسناتكم بيطب لمجرد ان انت ضيعت دقيقه من وقتك. يلا اللايك القمر وصلي على الحبيب المصطفى وسمي بالله، ويلا نتوكل على الله ونبتدي على طول. عايزه اقول لكم الفيديو الاخير اللي كان على قناه اخبار وترندات مع اسماء، الفيديو ده انا اتكلمت فيه على ان محمد المفروض ان هو يطلع يطمن المتابعين عليه ويقول ان هو عامل ايه وايه اخباره، حتى مش لازم يصور لنا الاء، بس قدر المتابعين باي فيديو كام ثانيه كده. اطلع طمن المتابعين عليك اللي بيحبوك، وده واجب عليك ليهم ان انت، احنا بندعمك، احنا بنحبك، احنا بنحب نطمن عليكم، احنا بنحب نشارك اخباركم، احنا بنحب نشوف تفاصيلكم، فانت تقدرنا بفيديو كام ثانيه واطلع قول انت عامل ايه. طبعا محمد ما كدبش خبر وطلع وقال هو كويس وان هم كويسين جدا وان هو مش عايز اي حاجه غير دعواتكم لآلاء. ده معناه ان آلاء فعلا سقطت ولا لا، او البيبي توفى ولا لا؟ ولو فليه محمد مسح الفيديو؟ انا مش هرد عليكم دلوقتي، انا هديكم مهله تفكروا وبعد كده هجيب لك دلائل واثباتات على قناتنا الكبيره طبعا، واتكلم معاك كلام مؤكد. انا بس عشان ما اطولش عليك خليني اقول لك الخلاصه، ان محمد في الاول وفي الاخر احنا عايزين نطمن عليهم نشوفهم كويسين. في الاول في الاخر احنا كلنا مسلمين، فبنحب اخواتنا المسلمين، بنحب نطمن عليهم حتى لو باي خبر بتكذب ما بتكذبش، نطمن عليك ان انتوا كويسين، انتوا بمعنى اصح حيا ترزقون. خلاص كفايه فكره ان انت بتكذب او ما تكذبش، ممكن ان احنا نعدلها قدام. بمعنى محمد قناته هتسقط طبعا لما يطلع الترند ده كله ويطلع كله قرصة ودن، القناة بتاعته هتموت موتة جبارة، اكيد يعني هتبقى شبيهة لقناة حمدي اللي ما لمحش الترند ولا دخله ولا حتى عرف يدخله بسبب ولادة بنته، او بمعنى اصح بسبب الكذب والحوارات اللي بتحصل. عمل سبوع، عمل ولادة، عمل ما فيش اي حاجة دخلت الترند غير فيديو الاغنية، وده كان فضول من المتابعين. في بعض من المتابعين لسه عندهم فضول وبيدخلوا على قناه حمدي على اي فيديو، اي ستوري، اي ليلز، او اي فيديو شورت بينزل، هما بيدخلوا يتفرجوا من باب المتابعه. وفي ناس على مبدأها اللي هو انت هنت مصر وفضحت اخوك فلا احنا مش هنتابعك، فواخدين مبدأ اللي هو لا. فمحمد قرصة الودن الفتره الجايه لو طلعت كذب فهو كمان قرصة ودن زي اخوه، بس انا عارفه ان انتوا هتنسوا وهتعدوا وهتتعاملوا معاه عادي. فانت اكتب لي في التعليقات ان انت اهم حاجه عندكم تطمنوا على محمد ان هو تمام وبصحه كويسه، هو وآلاء وتالين، وان هم كويسين حتى لو كانوا بيكذبوا ولا لا. وقول لي ان انت لو طلع ده ترند هتديهم قرصه ودن وهتعاقبهم وهتتجاهل قناتهم فتره لحد ما يتعلموا ان هم ما يلعبوش باعصاب المتابعين ولا لا. واكتب لي انت رايك ايه في الموضوع ده. لو الترند ده خلص انت هتنهيه على ايه؟ ان انت فعلا محمد لو طلع وخلاص فبرك اي حوار تاني، اصل معنى ان هو مسح الفيديو الشورت اللي كان نازل على قناته وان معناه ان لما الناس قعدوا يقولوا له الكادر الصغير ان انت عامل زوم، لا دي مش جسمها، لا ده مش شكلها، الفبركه باينه، الفبركه مش باينه. هنا محمد تابع اراء المتابعين وتابع اراء قنوات النقد ومسح الفيديو. تمام، بس ما مسحش الصوره، علشان لو مسح الصوره هيعمل ضجه كبيره. في ايه انت اعلنت عن مراتك ان هي تعبانه وربنا يعوضهم، وفي ايه ظهرت مسحت تاني؟ يعني في ايه اعلنت وفي ايه اختفيت؟ لما لقيت ان عليك هجوم والناس قفشت كسبتك انت جاي تعدلها دلوقتي وان ده مش هيدخل على المتابعين، طبعا ده معنى ان محمد مسح الفيديو، معناه ان محمد هيرجع لنا بموضوع تاني. انا عايزه اقول لمحمد انت كذبت،
انت ما كذبتش، اطلع صارح المتابعين بايه حوارك، ايه موضوعك، والمتابعين كلهم بيحبوكم. مهما كان اطلع اعتذر، ده هتبقى احسن بكتير 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 من انك تدور على كذبة تداري بيها الكذبة، تدور على مخرج كذاب ان انت تداري بيه الكذبة. لان الكذب بيولد كذب بيولد كذب بيولد كذب، هتفتح على نفسك فتوحة كبيرة جدا. وان قدرت ان انت تلم الموضوع دلوقتي مش هتلم الموضوع بعدين. يعني خد بالك ان هما في قدام وهما بيتكلموا هينسوا موضوع الاجهاض، هينسوا موضوع ان البيبي متوفي، هينسوا الحوار ده تماما ومش هيجيبوا سيرته. فالناس هترجع تتساءل، انت طلعت قبل كده عشان تثبت لنا ان مراتك كانت حامل، طلعت قبل كده علشان تعمل حوار وتحدينا احنا كمتابعين اخواتك ووقفنا ضدهم وقلنا فضلنا نقول ان احنا مسامحين محمد وهنعدي لمحمد واحنا في ظهر محمد وبنحب محمد وآلاء وان احنا معاهم قلبا وقالبا، بيكذبوا او ما بيكذبوش احنا معاهم والكلام ده كله. فان انت تيجي بعديها كلها وتحاول ان انت تيجي شمال في يمين عشان تثبت الكذبه بتاعتك، رغم ان احنا قلنا لك من البدايه اطلع صارح، وهتيجي دلوقتي بعد سنه بعد 2 تبان كذبتك، الموضوع هيوسع، الموضوع هيوسع. اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا ناشدوا محمد كده كده هيسمع اراكم، ناشدوا محمد ان هو يطلع يصارح المتابعين بكذبته، افضل بكتير من ان هو يدور على كذبه تخرجه من الكذبه. انا دي وجهه نظري، انا خلاص بدات اسقط من وجهه النظر المتابعين، فابدا الم وحضن كده بمعنى اصح بقت المتابعين اللي لسه بيحبوني ومصدقين ومساندني على ان ده مش ترند وان ده مش كذبه. اطلع كده في فيديو رايق وبلاش تبقى قلق معاك زي الفيديو اللي انت عملته لاخوك، اللي هو كنت انت قاعد على مكتب وجايب التابلت وجايب تليفون وجايب فيديوهات بنتك وجايب مش عارفه ايه. اطلع قول يا جماعه كل اليوتيوبر بيكذبوا، انا مش معنى كده ان انا بحلل كذبتي، مش معنى كده ان انا بحلل الغلط، مش معنى كده ان انا بستغلكم. انا اسف، دي كانت غلطه يمكن صحيت منها متاخر، بس صحيت منها على عبره ان انا مش هعمل كده تاني، مش هغلط في حقكم تاني. اللي هو غلط في حقنا بمعنى ان انت وترتنا، خلتنا نقلق على آلاء، خلتنا نقلق اللي هو محمد بيكذب، احمد لا حمدي بيكذب، مين اللي بيكذب في الحوار، مين اللي رايح مين اللي جاي. انت كده خلتنا متوترين. في ناس بتقعد تقول لي اسماء انا بقيت بكره العيله بسبب كذبهم وحواراتهم، انا اعصابي تعبت، انا وانا وانا. اطلع اكسب باقي تعاطف في المتابعين اللي لحد اللحظه دي متفقين معاك على الفيديو الشورت اللي انت نزلته، نزل عليه كميه تعليقات كبيره جدا من المتابعين بيساندوا محمد قلبا وقالبا على اللي هو فيه، ولسه مأمنين بان محمد مش بيكذب وان آلاء فعلا حامل. فاطلع اكسبهم وخليك في صفهم. انا من رايي لو انت طلعت وقلت ان انت كنت بتكذب انت هتكبر في نظرنا التاني، واحنا كقنوات نقد هنساندك، هنقف في ظهرك، هنساعدك. يكفي ان انت ما كملتش كذبك، يكفي ان انت ما كملتش كذبك. اتمنى من ربنا ان انت فعلا تطلع تعمل حاجه زي ديت احسن ما تخسر باقي المتابعين، لان الخساره القريبه احسن من خساره بعيده. بمعنى ان انت تخسر نص المتابعين احسن ما تخسرهم كلهم، وربنا ما يجيب خساره يا رب. آلاء حامل، آلاء مش حامل، لو مش حامل فربنا يرزقك، ويعني يا رب ما يكتب القدر اللي انت تمنيته لنفسك، يا رب ما يكتب عليكم القدر اللي انتوا تمنيتوه لنفسكم. ولو فعلا آلاء حامل وما حصلش نصيب للبيبي، ربنا يصبركم ويعوضكم خير ويسندكم ويرزقكم بالخير، يعني يرزقكم بالأحسن منه. يمكن البيبي كان هيجي تعبان، يمكن البيبي كان هيجي بيه حاجه، فربنا اختار لك الصالح واختار لك الحلو قوي في حياتك. وهو ربنا ما بيختارش حاجه وحشه للمتابعين، ده لو لا للبني ادمين، انا اسف، ربنا ما بيختارش حاجه وحشه للبني ادم، للانسان عمر ما ربنا اختار لنا حاجه وحشه. فكره ان هي انت مثلا يعني ان هي كانت حامل والحمل ما كملش وانت خايف تطلع تقول علشان ده معناه ان احنا هنصدق اخوك، لا يا محمد اطمن. انت لو طلعت لنا بس بشهاده وفاه البيبي ده بص مش هقول لك بقى شهاده وفاه وصوره الكفن وصوره الغسيل وابنك مدفون فين وانت بتزور ابنك وانت مش عارفه ايه وي وي وي، ومش هنهاجمك حتى ان انت هتدفن ابنك، ان انت هتدفنه عندك في ايطاليا. لا والله الموضوع مش هيبقى كده، وانا اتحداك مليون في الميه ان تكون دي نظره المتابعين. لو فعلا آلاء كانت حامل وما حصلش نصيب مالكش دعوه بكل اللي فات، اطلع بشهاده الوفاه وبس، شهاده الوفاه واحنا مستكفيين، بس تكون شهاده حقيقيه، لان الايام بتبين الكذب. هتتستر عليك النهارده بكره بعده بعد شهر بعد سنه بعد 2، بس كده كده الكذبه هتبين. انت دلوقتي مراتك مش حامل وده كان ترند، اطلع قول ده كان ترند، وما يعيبكش ما يعيبكش ان انت هتنهي الموضوع بصراحه،
ماشي انت غلطت خلاص، بس ما نكملش في الغلط. انا مش عارفه رسالتي واضحه لكم ولا لا يا شباب، اكتبوا لي برده في الكومنتات واكتبوا لي رايكم. اشوف تفاعلكم القمر واشوف اللايكات وارائكم اهم حاجه. انا بحب اقرا كل الكومنتات القمر بتاعتكم. بحبكم جدا، في امان الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.